السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة تخص ليلة القدر، وان شاء الله كملي الفيديو الاخر هتستفادي بكل كلمة هتتقال فيه. هنقول علامات الليلة دي، وايه الدعاء اللي انت تقوليه فيها، وايه العبادات اللي المفروض تعمليها في ليلة القدر، وايه وقت ليلة القدر اصلا. هنقول كل حاجة تخص ليلة القدر. كملي الفيديو للاخر وصدقيني هتستفادي بكل كلمة في الفيديو. ربنا خصها بليلة القدر السورة دي. إن أنزلناه في ليلة القدر، اللي أنزلناه هو القرآن طبعا. وما أدراك ما ليلة القدر، ربنا بيعظم في الليلة دي وبيعظم من شأنها. بيقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني انتوا مش عارفين ليلة القدر دي عند ربنا ايه أو بيحصل فيها ايه. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر ده العلماء في بعض العلماء قالوا إن هي ممكن تكون مجازا، يعني ممكن تكون أكتر من ألف كمان. وخير. ولما العلماء برضو حسبوا ألف شهر دون طلعوا تقريبا 83 سنة. يعني لو الليلة فيها 10 ساعات، ليلة القدر فيها 10 ساعات، يعني عبادة ساعة واحدة بس فيها تعادل أكتر من 8 سنين. يعني تخيلي انت لو قعدتي تقري قرآن في الساعة دي أكنك بتقري، بتتكتب عند ربنا أكنك 8 سنين بتقري القرآن، أو لو قيام ليل أو تسبيح أيا كان. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة كلها بتنزل في الليلة دي. وحتى سيدنا جبريل بينزل، هو سيد الملائكة، بينزل في الوقت دون أو في الليلة دي. ما بينزلش طول السنة إلا في اليوم دون بس، أو في الليلة دي بس تحديدا. وبيسلم على كل شخص في الأرض. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هي الليلة بتبتدي من أول ما الشمس بتغرب لغاية أول ما الأذان بتاع الفجر بيدن، يبقى كده خلاص الليلة خلصت. نقول بقى ايه مواصفات الليلة دي عشان تبقى، يعني لو شفتوها تتيقنوا لليلة دي ليلة القدر. قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. معنى كلمة سمحة اللي هي فيها راحة بال، بتحسي الناس بتحس فيها بطمأنينة بسكينة، بيبقى فيها هدوء وراحة نفسية. انتي بتحسيها سواء انتي ملتزمة او غير ملتزمة، بتحسيها اللي هي فيها راحة نفسية كده، وبتبقى هادية كده، مفيهاش ضوضاء، ساكنة كده. طلقة طلقة لأنها بتبقى منورة من كتر ما الملايكة بتنزل في الليلة دي. يعني بيقولوا إن الملايكة بتبقى عددها أكتر من عدد الحصى اللي موجود على وجه الأرض. وكمان سيد الملائكة اللي هو سيدنا جبريل بينزل الأرض زي ما قلنا في تفسير السورة، سورة القدر، بيسلم على كل شخص على وجه الأرض بيذكر الله في الليلة دي. وحديث الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لما قال لا حارة ولا باردة، معناها اللي هي بتبقى يعني صافية، الجو بتاعها صافي. لو انت لو الليلة دي أو رمضان جه في الشتاء هتلاقيها مش مايلة للبرودة، هتبقى دافية. ولو جه في صيف أو شديد الحرارة هتبقى الليلة دي معتدلة، مش هتبقى يعني ولا مايلة للبرد ولا مايلة للحر. وطبعا الحاجات دي اللي هيلاحظها بجد هي الناس المتعلقين أوي بربنا، هم اللي هيحسوها. ومن علامات ليلة القدر برضو كان في صحابة بيتكلموا عن ليلة القدر أمام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لهم علامات ليلة القدر إن القمر هيكون فيه شق جفنة. الجفنة دي الطبق، يبقى شق جفنة يعني ايه، نص الطبق كده، بيبقى القمر فيه ظاهر أكنه نص دايرة كده. آخر علامة من علامات ليلة القدر إن الشمس بعد ما خلاص الليلة بتنتهي إن الشمس بتطلع فيها ضعيفة حمراء ليس فيها شعاع. يعني بعد ما خلاص الليلة بتنتهي تاني يوم بقى الصبح بيبقى الشمس طالعة ضعيفة حمراء ليس لها أي شعاع. دي علامات ليلة القدر. طب وقت ليلة القدر ايه الوقت اللي بتنزل فيه ليلة القدر دي، او الليلة دي بتبقى في انهي ايام؟ هي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اني بتيجي في العشرة الاواخر من رمضان، ونتحرى في العشرة الاواخر والاخص الليالي الوترية. يعني ممكن تلاقيها في ليلة 21، ليلة 23، 27، 29، 25، الليالي اللي هي الوترية.
طبعا في ناس بتركز في العبادة في الليالي الوترية، بس أحب أقول لكم إن ساعات التوقيت، يعني بصوا خليكم معايا في النقطة دي، ساعات التوقيت ما بيبقاش مظبوط. يعني في رمضان الناس بتبدأ عندها قبلنا بيوم كده، لكن ال يعني بيختلفوا في الأيام. يعني مثلا احنا النهاردة في 9 رمضان أو 10 رمضان، غيرنا ممكن يبقى عنده 11 افتراضا كده يعني. فتركزوا بقى في ال10 أيام كلهم، يعني ما تجوش عند الأيام الوترية وتركزوا عليهم بس، لأ. حاولوا بقى ال10 كلهم تهتموا بيهم اهتمام واحد، تركزوا عليهم في العبادات. طب ايه اهم مميزات الليلة دي؟ احنا قلنا علامات الليلة ووقتها، وايه بقى المميزات الدقيقة اللي ربنا يعني خلاها مختصة في الليلة دي؟ ان الدعاء فيها مستجاب مستجاب مستجاب. يعني اي دعوة تدعيها في الوقت ده في الليلة دي، اعرفي اللي هي خلاص اتكتبت. واللي ما تعرفوش ان الدعاء في الليلة دي بيغير احنا نعرف ان الدعاء بيغير في القدر. الدعاء بقى في الليلة دي بالأخص بيغير قدرك اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده لوح موجود في السماء، بيكتب فيه حياتك وانتي لسه جنين في بطن أمك. يعني أول ما يدب فيك الروح على 3 شهور كده أو على 40 يوم بيتكتب بقى كل الإنسان ده، يبقى شقي سعيد حزين أيا كان بقى، هيشتغل إيه هيتجوز مين، بيتكتب فيه كل حاجة تخصك في حياتك. فالدعاء في الليلة دي بالأخص بيغير في اللوح المحفوظ. يعني بيغير لو انت مكتوب لك بعد الشر قدر وحش، انت لو دعيتي ان القدر ده يتشال عنك ان شاء الله ربنا هيشيله عنك، لان الدعوة فيه مستجابة. ده اهم مميزات ليلة القدر. قال الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم: من أدركها اللي هي ليلة القدر فقد أدرك خيرا كثيرا، ومن حرم خيرها فقد حرم. طب ايه العبادات اللي احنا ممكن نتقرب بيها لربنا في الليلة دي؟ اللي انتي تقعدي تقري القرآن وتدعي، تصلي قيام ليل وتدعي، تذكري ربنا وقبل ما العشر الأواخر من رمضان يبتدوا، ابدأي حضري اليوم وحضري الأدعية اللي انتي عايزة تدعيها أو تتمنيها تحصل. وما تنسيش بقى الآخرة. يعني مش تدعي كل الدعوات في الدنيا بس، لا، تدعي للآخرة وتدعي كل حاجة بقى. تدعي الحاجات المادية اللي انت عايزاها، تدعي الحاجات اللي في شخصيتك اللي انت نفسك تغيريها، تدعي الحاجات اللي لو انت مقصرة في الصلاة ان ربنا يثبتك عليها، لو انت مش بتخلفي تقولي اللهم لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وتدعي كل حاجة بقى ناقصاك في شخصيتك، ناقصاك في حياتك، ناقصاك في عبادتك. وللآخرة برضو ما تنسيش ليها الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب ايه الدعاء المشهور اللي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام علمه سيدنا عائشة لستنا عائشة وقال لها تدعي بيه في ليلة القدر؟ اللي هم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ده الدعاء تبقى اكتر حاجه تدعيها في الليله دي. تدعي اول حاجه اللي انت بتتمنيها، بس الدعاء ده يبقى الاساس معاكي. لان معنى حتى الدعاء عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لو ربنا عفى عنك خلاص انت هتعوزي ايه تاني؟ كده انت ضمنت الدنيا وضمنت الاخره وعذاب الاخره وضمنت كل حاجه لو ربنا عفى عنك. حاجة بقى في الفيديو: لو انت حائض وعايزة تتقربي لربنا في العشر الأواخر دول تعملي ايه؟ طبعا مش هتعرفي تصلي قيام ليل، فهتستبعدي الصلاة. تقعدي بقى تذكري ربنا وتدعي، وممكن تقرأي قرآن عن طريق المصحف، تلبسي جوانتي او عن طريق الموبايل. تقري قرآن وتسبحي ربنا وتذكري ربنا كتير وتقولي الأدعية والدعاء اللي احنا لسه قايلينه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ستنا عائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ده كل حاجة باختصار المفيد تخص ليلة القدر. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب ندرك كلنا ليلة القدر ويستجاب لنا الدعاء.